السلام عليكم، يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح السعادة، يا صباح الدلع، يا صباح كل حاجة حلوة. بحبكم كتير. هعمل معاكم بقى روتين ايه النهاردة بقى، والروتين بتاعي بادئ من بدري. بتعملي ايه بقى يا زوزة كده على الصبح؟ اقول لكم انا بطبخ بقى قبل ما امشي اروح الشغل. هتطبخي ايه؟ هطبخ معمر. كنت جايبة 2 كيلو لبن وانا جاية، فقمت ماسكاهم بقى غلياهم، والرز بتاعنا كنت غسلاه ونقعاه. هعمل بقى اكل خفيفة، يعني هعمل بقى المعمر وهعمل معاه بطاطس محمرة وبتنجان وسلطة ومخلل بقى وكده، وبس كده حلو قوي. الرز بتاعي زي ما قلت لكم كنت غسلاه ونقعاه، وكنت غالية اللبن، لازم اللبن يكون مغلي. آه، وكنت مشغله بقى الفرن علشان يكون سخن معايا. واقوم بقى ايه، هدي بس المعمر تقليبه كده حلوه. بصوا شبه المعمر باللبن، يعني يبقى لبنه كتير. انا بحب اللبن بتاعه ده، لبن جاموسي حلو قوي على فكره. المهم بقى ايه، آه كنت حاطه مع المعمر معلقه سمنه بلدي، بحطها كده تحت الرز، وبعدين اقوم حاطه فوقها الرز، واقوم بقى حاطه اللبن المغلي، وبعدين احط الملح بقى، وبحط سنه سكر صغيره خالص في المعمر. تغير طعمه خالص بصراحه، وبتخليه زي الفل. ما كانش عندي قشطه بقى ان انا احطها عليها، بس كنت حاطه معلقه سمنه بلدي زي ما قلت لكم. وحطيته بقى في الفرن يستوي، على ما اكون انا ايه عملت بقى البطاطس، حمرت البطاطس وحمرت البتنجان. آه، البطاطس كنت طبعا، احنا ايام البطاطس دلوقتي بقى، والبطاطس بصوا يعني رخصت شوية، فبشبع بقى العيال بطاطس كل يوم، لازم كل. هم اصلا ولادي بيحبوا البطاطس يعني، بيحبوها يعني. لو اكلوا منها كل يوم مش بيزهقوا. المعمر بقى بصوا من الاكلات اللي هي الاكلات الحلوه، يعني الاكلات اللي هي تاكلوها كده هتبقوا مرتاحين نفسيا وانتوا بتاكلوها، هتحسسكوا كده بايام حلوه وايام الخير. وفي بقى طبعا ساعات بعمل المعمر بالفراخ، وساعات بعمل المعمر باللحمه. النهارده بقى انا عامله المعمر من غير اي حاجه، حلوه قوي، ولاد فضل والله ونعمه من ربنا. آه، انا هنا كنت بقى ايه، شايفين المطبخ رايق، ما فيش في اي حاجه وسخ خالص، وكنت غاسله بقى الطباق والمعالق، كنت غاسله المواعين كلها، مروقه الدنيا. ربنا يا رب يروق لكم حالكم يا رب. جبت بقى طماطميتين كده، وهعمل بقى ايه سلطه، وهعمل بتنجان. شايفين البتنجان ده بصوا بيشرب زيت بطريقه رهيبه، والله ما كنت عايزه اجيب البتنجان ده خالص. يعني انا بعمل اكل اهو للعيال قبل ما امشي اروح الشغل، وكمان بيقعدوا يحمروا بقى بتنجان ويحمروا بطاطس طول النهار والله. آه، فبصراحة بيخلص الزيت، وكمان مش صحي يعني. انا كمان هشوي بتنجانة الوقت، هتشوفوني البتنجانة اللي انا هشويها دي بقى عندي والله احسن من اللي هو المقلي في الزيت ده. بمسكه بقى اعمله بابا غنوج بالطحينة والثوم، بس الثوم بقى عشان القولون وكده، يعني هنحط فص صغير. صحي، وطعمه بيبقى احلى من المقلي بكتير. بس هما بقى اولادي بيحبوه، اه والله. هقشر البتنجانة واحط عليها ملح علشان ما تشربش الزيت. المفروض اصلا يعني البتنجانة تتقشر وتقطع وتحط عليها ملح. ممكن نص ساعة كده ولا حاجة على ما تصفي المية بتاعتها خالص علشان ما تشربش زيت. بس انا يا دوب على ما البطاطس اتحمرت بس، حطيت عليها ملح على ما البطاطس اتحمرت بس، برضك شربت زيت بصراحة. بس بتنجان طعمه حلو. ما عادش بقى البتنجان البلد اللي هو بتاع زمان، البتنجانة اللي تلاقيها مدورة ومكببة دي، وبتلاقيها بص ما تشربش زيت، وبتلاقيها طعمها مسكر. ما عادش بقى الكلام ده خلاص. كل ده بتنجان رومي بقى، وتلاقيه بصوا عاملين زي السفنجة، يا دوب تحطوا البتنجانة في الزيت بتلاقيها شربت الزيت كله، حتى لو مالية الطاسة عليها زيت. بروق كل حاجة كده حواليا وانا واقفة اول باول، علشان ايه الدنيا تبقى رايقة كده، مش هخلص بقى. اكون على ما اكون خلصت طبيخ الاقي الدنيا اتملت مواعين، يبقى انا ماشية رايحة الشغل والدنيا كلها مكركبة زي ما هي. لا، لازم اول باول كده. انتوا عارفين ان انا بحب النظام، وبحب الهدوء يا اولاد في كل حاجة. بصوا ما بحبش كده النكش ولا الكركبة ولا الكلام ده كله، لا بحب الهدوء. آه، ربنا يا رب يخلي لي ولادي ويبارك لي فيهم، ويخلي لكم ولادكم يا رب وحبايبكم كده، وتفرحوا بهم يا رب.
هقطع بقى السلطه. انا كنت جايبه فلفل وخيار، ما لقيتش خيار وما لقيتش الا نص قرن فلفل بس. انا زي ما قلت لكم العيال بسم الله ما شاء الله ربنا يحميهم ويبارك فيهم يا رب، بيقعدوا بقى الدنيا برد وبيجوعوا، فبيقعدوا بقى. انا بمشي من الساعه 12 الظهر، ما باجيش الا الساعه 9 بالليل ولا الساعه 10، فاليوم طويل. فالاكل ده طبعا كده بيخلص بقى ويرجعوا بقى يعملوا اكل تاني. لو انا عامله بقى طبيخ وكده بيسخنوا برضو وبيغرفوا وبياكلوا. لو انا عامله بقى اكل زي ده بقى كده بيرجعوا بقى يعملوا تاني، يحمروا بقى بتنجان، يحمروا بطاطس، يعملوا بيض كده يعني. عندي بقى أزمة في الأكلة بتاعت النهاردة، المعمر. سوسو مش بتحب أي حاجة باللبن يعني، بصوا ما بتحبش أي حاجة من منتجات الألبان، ولا بتحب الجبن بصوا بأنواعها، ولا جبنة رومي بقى ولا أي حاجة من ده خالص. مش بتحب اللبن يعني. أنا بقول لها تعالي يا سوسو بس صوريني علشان وانا بعمل، قالت لي لا عشان انت بتعملي معمر، والمعمر معمول بلبن، فمرضاش اساسا تقف في المطبخ خالص معايا. جبت بقى لقاء هي اللي صورت. هنحط بقى البتنجان بتاعنا اهو يتحمر، البطاطس خلاص كانت تتحمر. هنغطي بقى على البتنجان عشان ما يشربش زيت ويستوي معايا كويس، وبرضك بيشرب زيت. هنا اللبن اما بيقوم اللبن غالي معايا بقوم سايباه لما يهدى شوية، وبعدين ارجع اشغل عليه النار تاني علشان ياخد له كمان غلوتين 3 كده، لان اللبن بيبقى فيه ميكروبات وكده، فلازم ان هو يتغلي كويس يعني. انا اصلا بجيب اللبن للعيال كل يوم، لازم كل يوم الصبح بيشربوا لبن، وكمان بالذات في الشتاء علشان يدفيهم ويغذيهم. وكمان لقاء مش بتحب تفطر وهي رايحه الكليه، فبتشرب، بعمل لها كوبايه شاي بلبن بتقوم شرباها بقى بتدفي معدتها بقى. آه خلاص المعمر بتاعي كان استوى وطلعته من الفرن، والبطاطس بتاعتي اتحمرت، وحطيت بتنجانة تشوي اهي ورا زي ما انا قلت لكم. شايفين البتنجان؟ آه خلاص بعد ما غطيت عليه وهديت عليه لما استوى، وبعدين قمت بقى اما خلاص استوى قمت معليه عليه النار علشان يحمر بقى معايا. شايفين ده بقى اللون اللي انا بحبه في البتنجان، او بحبه عامه في اي حاجه. عندي بقى اولادي بيعملوا البتنجان ده بص محروق يعني، خلوه فحمايه ما يتاكلش بصراحه، فده حاجه مش صحيه خالص والله. إيه، هما بيحبوا الحاجة محروقة. حتى اما بعمل لهم المحشي يقولوا لي لا يا ماما ولعي في حلة المحشي يا ماما. يعني بص ايه يا ولاد انتوا عايزين الجيران تسمع تشم ريحة الشياط ولا ايه؟ فطبعا انا بعمل لهم اللي هم عايزينه، اللي هم عايزينه بعمله لهم حتى لو هو على غير رغبتي يعني او كده. الله عليك يا زوزة، فنانة والله فنانة. بصي المهم بقى ايه، كنت سقعت كده وقمت قايله يا بنتي يا زوزة بقى اعملي لك اللبن خلاص غلي، اعملي لك كوبايه سحلب كده، ما انت بتحبي نفسك وتدلعيها، دلعي نفسك بكوبايه سحلب. قمت عامله قمت بقى حاطه معلقه سكر ومعلقه سحلب، وقمت حاطه عليهم بقى لبن وقلبتهم وشربت وانا واقفه كده. معرفش ايه اللي جاب اللقطه دي في نص الفيديو، بس ما علينا اشربوا سحلب معايا. على طول اشوحي يا زوزة ولا تبالي. لا انا ما بنساش نفسي خالص يا ولاد. انا عايزه اقول لكم انا عملت الاكل ده والله وما اكلت منه. مش بحب اكل بالليل حاجات رز وحاجات محمره زي البطاطس والبتنجان والحاجات دي، لا ماليش تقول عليها بصراحه. انا قمت واكله رنج. جبت من الاخر، جبت من الاخر انا والله. ماليش انا في المعمر والبتنجان والكلام ده، لا ماليش فيه. خلاص الاكل بتاعي بقى كان اتعمل خلاص. هي اكله بسيطه بس بصوا والله العظيم كانت اللمه حلوه، وقعدنا بقى اكلنا واتدفينا كده. المعمر بتاعه كان استوى، والبتنجان والسلطه والبطاطس ومخلل. آه، وده بقى كان غدانا النهارده ولا عشان ده على حسب ما انتوا بتشوفون. احبكم كتير كتير، واستنى منكم تعليقات كتير تحت الفيديو، وتحطوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين. بحبكم كتير كتير يا احلى عيلة في الدنيا واحلى اخوات. السلام عليكم.